كثفت المصالح الأمنية بمختلف تلاوينها واختصاصاتها الأبحاث والتحقيقات حول وفاة شرطي المرور الذي عثر على جثته أمس الخميس متفحمة في قناة للصرف الصحي بأحد الدواوير التابعة لجماعة الساحة الأولاد حريز بالنفوذ الترابي لبرشيد، حيث تم اعتقال فتاة يشتبه في علاقتها بالجريمة. وكشفت مصادر إعلامية أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية بالدار البيضاء قادت إلى اعتقال فتاة يشتبه في وجود علاقة لها بتفاصيل الجريمة، حيث من المحتمل أن تشكل أول الخيوط التي قد تفك لغز هذه الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني. واستعانت عناصر التحقيق بالكلاب البوليسية المدربة في تمشيط مسرح الجريمة وتوسيع دائرة البحث لتمتد إلى الحقول المجاورة بدوار الخضراء، إضافة إلى نصب سدود قضائية وفق خطة جرى التنسيق لإعدادها قصد الوصول إلى المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة الشنعاء. وتواصل أيضا البحث عن السيارة الشخصية لشرطي المرور الذي كان يشتغل بالدائرة الأمنية الرحمة بالدار البيضاء، والتي اختفت من مسرح الجريمة، قد تشكل علبه سوداء تقود لاكتشاف مرتكب الاعتداء الوحشي في حق موظف الأمن. وبأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بدار البيضاء، يجري تفريغ محتوى كاميرا الصدرية الخاصة بالشرطي الضحية، وأيضا التشريح الطبي للجثة قصد التأكد من هوية الضحية ومعرفة كيفية ارتكاب الجريمة، حيث من المحتمل فك خيوط الجريمة في الساعات القليلة القادمة بعد التقدم الكبير في الأبحاث. وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد اختفى موظف الشرطة الذي يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الرحمة بدار البيضاء مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء أول أمس الأربعاء، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العثور عليها وهي تحمل بقايا آثار دماء. وقد مكنت عمليات المسح والتمشيط التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي من العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من دوار الخضراء بضواحي حد السوالم، والتي يشتبه في كونها لموظف الشرطة المختفي، خصوصا بعدما تم العثور بمسرح الحادث على أصفاد مهنية وبقايا من صدريته الوظيفية.